السلام الشيرات، كي راكم دايرين؟ غالية على قلبي، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس. اليوم جبت لكم وصفه القريوش اللي طلبتوها بزاف مني. هايونا القريوش حنا خدمناها كما قلت لكم الختان تاع وليدي ووليد سلفتي، خدمنا هنايا 80 حبه. شوفوا كيف خرجت، اكثر من 80 حبه شيرات، خرجت ما شاء الله. الشيرات اللي تبغي تعتمدها في المناسبات والحفلات وتعتمدها كمشروع ناجح ما فيهاش كما نقولوا مكونات بزاف، اللي تعتمدها في مشروع راح تنجح فيه. شوفوا في الاخر الفيديو حنقول لكم شحال تتباع للحبه. شوفوا الشيرات خرجت ما شاء الله، تجي مقرمشه وتجي كما نقولوا خفيفه، تجي هايله شيرات، مكنتش راح تندموا فيه. وقبل ما نبداو في الوصفه ما ننساوش نصلوا على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. هنا نعبر انا بهذا اللي تخدم المشاريع ولا كما نقولوا المناسبات والحفلات وكاع راح تخدم بالكيله الكبيره، راح تخدم بهذه البطاطا تاع المقارين، راح تقطع على اكثر من 60 حبه. هذه البطاطا تاع المقارين تقطع على اكثر من 60 حبه. شوفوا شيرات نديروا 4 كيلات كما هذه ولا 4 عبار، راكم تشوفوا معمره كما نقولوا مي ممسوحه مي بومبي، تكون معمره بالزياده. راكم تشوفوا فيها عمريها بالزياده، ما ديريها ممسوحه وما ديريهاش بومبي، عمريها بالزياده. دير 4 كيلات ودير رشه ملح. راني نقول لكم الشيرات ما ديروهاش ممسوحه وما ديروهاش بومبي، ديروها كما نقولوا معمره بالزياده. دير 4 كيلات ولا 4 عبار، وديري عبار ماكارين، ديري عبار ماكارين ناقص صبع. العبار نقصي منه صبع، هذاك العبار تاع الصبع كمليه زيت. العبار تاع الماكارين نقصي منه صبع وكمليه زيت. هاكا الشيرات، ومن بعد نبقاو نبسو فيها كيما نديرو العجينه تاع البقلاوه ولا العجينه كاع اللي ديري فيها ماكارين تبقاي تبسي فيها. هاكا نبقاو نبسو فيها. دوك راه الصيف الدبسه تاعها ما يجيش واعر كيما في الشتاء. في الشتاء كاع عارفين الماكارين تبرد بالخف، وعلى فكره الماكارين تكون بارده ما تكونش سخونه، لازم تخليها تبرد. هاكا تبسيها مليح حتى تدخل كما نقولوا الماكارين يدخل في الفرينه. نبسوها مليح. انا شريت في الصراحه ما كنتش باغيه في الحفل تاع الختان تاع وليدي وتاع وليد سلفتي، ما كنتش باغيه ندير القريوش، كنت باغيه ندير كيف يقولوا لها، كنت حابه ندير القطايف ولا المحنشه. بصح سلفتي شغل عارفه بلي كامل يجوا عندنا يبغوا القريوش تاعي، ماشي زوخ ولا شيء. انا كما نقولوا نشكر في روحي، كاع اللي ياكل القريوش تاعي يبغيها، كاع اللي ياكل القريوش تاعي يبغيها. قالت لي كي يبغوا كاع القريوش خلي ندير لهم القريوش. على ذيك درناها هي. وانا هذه القريوش معتمدتها نخدمها شيرنا، معتمدتها كمشروع نخدمها مع حانوت. كل ما نخدمهاش كل يوم، بصح نهار على نهار نخدم، نهار على نهار نخدم القريوش هكا. ومن بعد كي نبسوها مليح راح نخلطوها، نزيدو نرونوها بكيله ما. هاي ولا كيله ما. وشوفوا شيرات هذه الفكره، كي تكون العجينه تاعكم قاويه وتخافوا تغلبكم في الماء، رونوا بشويه كيما انا رونت شويه. ومن بعد ذاك نزيدو نرون بالجهه قدامي، ما نروناش كاع ضربه واحده. راكم تشوفوا هاكا نرون ثاني شويه. وانا هذيك الكيله ما كفاتنيش، زدت 1/4 كيلو، كيلو وربع في الماء على حسب الفرينه. كما قلت لكم نرونوا بشويه، يعني ما تغلبنيش في الماء وتجيني جاريه. رونوا غير بشويه، بعد خلطوا كاع مع بعض. ومن بعد دلكوها شويه، دلكوها كما نقولوا ماشي تدلكوها، لموها قد ما تلموا كما تلموا العجينه تاع البيتزا وتاع السوفلي، تتلم برك كما راكم تشوفوا. راني ندلك بصح يعني نلم فيها، منها ندلك منها نلم. وكما قلت لكم هذه الكميه تاع البطاطا تاع الماكارين تقطع لكم اكثر من 60 حبه. انا اليوم خدمت 80 حبه باسكو خدمت هذه العجينه، وخدمت كما نقولوا درت كيله واحده اخرى العجينه، واحده اخرى صغيره قطعت لي 20 حبه. انا هذه قطعت لي 65 حبه، ودرت كيله واحده اخرى صغيره قطعت لي 20 حبه. ثم اليوم خدمت انا هذاك اللي شدتوها من قبل كامل كذا زوج بلاوات مع ذاك الطبسي الصغير، هذاك يكونوا 85 حبه. هاي وين الشيرات كي نلمها هكا نلمها ونخليوها تريح، خليها تريح واحد نص ساعه بات كما نقولوا تساعدنا في الخدمه، ولا تخدم تريح نص ساعه بات تعاوننا في الخدمه هكا، ونخلوها تريح. ومن بعد كي تريح نجيبوها نقسمها على زوج خطرات. هاي وين التي قسمتها على زوج بات كما نقولوا باك تساعدني في الخدمه. وفي هذه العجينه انا نقسمها، كل عجينه نقسمها 30 عجينه، نص نقسمها 30 ونص نقسمها 30. معناتها العجينه كومبلي نقسمها على 60 كويره، عفوا على 30 كويره.
تسمى العجينه نقسمها 15 والعجينه نقسمها 15، عفوا العجينه وحده نقسمها 15 كويره وعجينه وحده نقسمها 15 كويره، معناتها العجينه كومبلي نقسمها على 30 كويره، وهذيك 30 كويره في كل عجينه تقطع لي 2 حبات قريوش، في كل كويره 2 حبات قريوش. نعاود لكم باش تفهم، عجينه وحده نقسم العجينه على زوج، عجينه وحده تقطع لي 15 كره والعجينه وحده 15 كره، وفي كل زوج في كل كره تقطع لي 2 حبات قريوش، معناتها 30 كره تقطع لي 60 حبه قريوش، 30 كره تقطع لي 60 حبه قريوش. وانا قلت لكم اكثر من 30 حبه، ما اكثر من 60 حبه عفوا، معناتها هذوك الحواشي اللي زادوا كاع من بعد نعاودو نخدموهم يقطعوا لي اكثر من 60 حبه. شوفوا الشيرات ومن بعد نحلوها هكايا، نحلوها مستطيل كما كتشوفوا كل كويره نحلوها مستطيل، وخدموا الشيرات بشويه باش ما تغلبكمش العجينه، ماشي تروحوا تحلوها كامل، خدموا بالعشر حبات، غير بالعشر حبات وقلوا بالعشر حبات وقلوا باش تساعدكم وما تغلبكمش العجينه. حلوها كيما هكا الشيرات ومن بعد ديروا مايزينا في الوسط، حلوها مستطيل راني كما تشوفوا حلو العجينه هكا مستطيل وديروا مايزينا في الوسط كما راكم تشوفوا، ومن بعد طبقوها كما طبقوا المحاجب ولا المعارك والمسمن هكا وطبقوه كيما قلت لكم وخدموا بشويه. انا هنا كيما نقولوا نخدم بال20 حبه ونقلي، نخدم 20 حبه ونقلي، مهما تكون كيما نقولوا تعرفي تخدموا الكريوش تاعي بصح ما تقدريش تخدمي 100 حبه وتروحي تقليها، باسكو كي تروحي تقليها الوالا يجوك مليح بصح التوالا كيما نقولوا ينشفوا، وكان اللي تطلق كيما نقولوا الزيت تاعها ماشي حتساعدك، لازم تقليه كيما نقولوا بشويه. شوفوا الشيرات نديروا المايزينا ونطبقوا كما قلت لكم كما تاع المحاجب والمسمن حتى نكملوا كامل الحبات تاعنا. وانا كما قلت لكم انا معتمده هذه كمشروع نخدمها في الواقع كل يوم ما نخدمهاش كل يوم نخدمها نهار بنهار، نخدمها على حساب لي كوموند وعلى حساب ما تمشي لي في الحانوت، لكن في رمضان كل يوم عندي 80 حبه، في رمضان كل يوم نخدمها، في رمضان تمشي بزاف، في رمضان كل يوم نخدم 80 حبه ونخدمها بلا ماشينه كما راكم تقولوا غير بالحله، شوف بلا ماشينه بلا والو غير بالحله تخدميها. ولو تبغي كما نقولوا تخدم كيله صغيره دير غير الفنجان تاع القهوه، زيده وحده كامل قالت لي في التعليقات قالت لي ديري لي بالكيله الصغير. شوف اختي غير الكيله اللي درتها لك انا درت تاع الماكارين، انت ديري بالفنجان تاع القهوه، الفنجان تاع القهوه هذاك الصغير تاع قهوه كحله اخدمي به، راح يقطع لك 10 حبات 12 حبه، هذاك الفنجان يقطع لك 10 حبات 12 حبه. شوفوا شريت وبعد كي نديرها كاع المايزينا نعاود نرجع نحلها، نديرو المايزينا من تحت من الفوق باه ما تلصقلناش العجينه في كما نقولوا في مكان العمل. شوفوا ونحلها ومن بعد كي تحلوها ديروها رقيقه شويه، وفي كل كما نقولوا مستطيل ولا مربع ديروا 6 هذيك الخطوط 6 كما نقولوا 6 بالجراره، حنا نسموها في الشلف جراره، هاي وين ديري 6 ومن بعد كي ديري حربوش ديري كي تديري دخلي صبع وصبع لاله، صبع دخليه وصبع لاله ومن بعد تجبدي صباحتك مع بعض. دوك شوفوا دوك نعاود لكم في الحبه الثانيه، شوفوا شيرات ديروا صباع ديروا حربوش وحربوش لاله كما نقولوا شريط ديروا شريط لاله، شوف كما تشوفوا شريط ديري في صبعك وشريط لاله، هذوك الشريطات اللي تبقاو تحت دخلي فيهم الصبع وجبدوا مع بعض. كاين هنايا عندي طريقتي في كما نقولوا في كيف تخبلوا القريوش، راني حنوري لكم الطريقتين مع بعض. دونك نعاودو نحل هذو ونفهمكم مليح. كما قلت لكم عندي طريقتين وانتم اعتمدوا اللي تجيكم سهله اعتمدوها، الطريقه اللي تجيكم سهله اعتمدوها. المهم في كل قلت لكم وحده بوله صغيره كما ديك راح تقطع لكم 2 حبات كما راكم تشوفوا، في كل بوله تقطع لكم 2 حبات ومن بعد كي تقطعوها في كل مستطيل ديروا 6 خطوط بالجراره، 6 خطوط بالجراره، راني نهضر نعاود 6 خطوط ولا حبيتي خطوط صغار ديري 8 دبر راسك كما تبغي نتيا، المهم انني نقول لكم كيف نخدم انا ندير 6 خطوط. شوفوا الشيرات هاي 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، هاي من 6 خطوط كما قلت لكم شريط نرفدو شريط نخليه، شريط نرفدو وشريط نخليه راكم تشوفوا. امينه
ومن بعد كاين الحواشي اللي منا ومنا قبضي صبحتك وتجبديهم. هذه الطريقة الثانية. شدو هاي وين الحبة تاعنا كيما قلت لكم من قبل. هاي وين شاريط خدو شاريط وشاريط خلوه، شاريط جبدوه شاريط خلوه. ومن بعد الحاشية راكم شايفين الحواشي ولا دخلي صبحتك من ومن وجبدي. شوف هذاك كما نقولوا لي يهبطوا تحت الاشرطه يهبطوا تحت، عاودي دخلي صباع واحد اخر وجبديهم مع بعض. جبدي كما نقولوا جبدي صباعتك مع العجينه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، واللي ما فهمتش خليها لي في التعليقات. وما تنساش كما عوينه كاع كما شكلت راني نحنق ليها كما قلت لكم نخدم بال20 حبه. كما قلت لكم اللي ما فهمتش اي حاجه شيرات تخليها لي في التعليقات راح نفهمها، ولا نعاود لكم كامل الفيديو، ولا ندير لكم فيديو مباشر. عوينه ومن بعد كي نروح نقليها الشيرات. ما تضحكوش الشيرات على الكسرونه تاعي. قلت لكم انا معتمدتها كمشروع، ماشي كل يوم راني راح ندير كسرونه جديده ولا ندير كيما نقولوا مقله جديده ولا حاجه جديده. انا مخدمتها معتمدتها كمشروع، معناتها كل يوم نخدمها باين بلي الكسرونه تاعي راح تنحرق. شوفوا الشيرات. وهنا جيت الشيرات مش محروقه باسكو خليت شحال من حبه كيما نقولوا هذيك المايزينا دير هكاك للزيت. المايزينا دير هكاك للزيت، شغل هذاك الاخر تاع المايزينا اللي داير هكاك. راني خادمه شحال من حبه. شوفوا الشيرات كيف ديروها. ديروا القوط الشيرات. انا مول في القوط نديرو كما نقولوا ندير سلك فيه ونرفد السلك. كي رحت باه ندير سلك ما صبش الشيرات انا نرفد بالكل. هاي وينا ديروها في القوط باه الشكل تاعكم ما يخسرلكمش. كديرها في القوط راح كما نقولوا القوط يلمها، مهما تنحل لكم ولا راح القوط هو اللي يخليها ملمومه وشابه. شوفوا كتجي شابه وزينه ما شاء الله عليها. كما قلت لكم شيرات نتوما كديروا القوط ديروا السلك فيه باه تقدروا ترفدوه من السخانه باسكو القوط راح يسخن لكم. انا قلت لكم كي رحت نحوس على السلك ما صبش السلك انا نرفد بالكلاب. وهنا قلت لكم كي تقيسوا هكا قيسوا شويه زيت عليها بالمغرف. شوفوا ومن بعد تقلعوا القوط وعاودوا قلبوه. تبعوا كاع الخطوات الشيرات، ما كلش راح تدموا في هذه الوصفه، ما كنتش رايحين تدموا فيها. هاي وينا ما كلش راح تدموا فيها، وان شاء الله كل وحده كما قلت هي تنجح فيها وتخليها لي في التعليقات. واللي وصلت هذه المرحله ما تنساوش الاشتراك بالتعليقات وباللايك والاشتراك في القناه. شوفوا كيف تخرج. وهنا هاونا الحسل اللي خدمت به الشيرات. الحسل تاع القريوش الشيرات لازم يكون ثقيل. الحسل تاع القريوش لازم يكون ثقيل كيما تاع اللي يتبع. هاي وين القدوش راني نخدم فيها نعسل فيها نخليها تكتر شويه ونعاود نديرلها الججلان يكون محمص مقبل. وما تخلوش حتى تنشف من الحسل، شغل خليها تكتر غير شويه وديري لها الججلان باه الججلان يشد فيها. كما قلت لكم قبل مع التالي راح نقول لكم الحبه اش عاد تبيعوا الحبه. انا نبيعها 4000 للحبه، الحانوت نبيعها له 3000 ونص. ولول كما نقولوا البيع المباشر ولا كما نقولوا الزبونه ديريكت نبيعها لها 4000 للحبه. شوفوا كيف خرجت دايره، خرجت ما شاء الله عليها الشيرات. اعتمدوها كمشروع ولا لافراحكم والله ما راح تندموا فيها. كما قلت لكم نبيعها 3000 ونص للحانوت ونبيعها 4000 للزبون. الشيرات ومع السلامه الفيديو القادم.